مساء الورد، مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الخير والجمال والشياكة والأناقة. مساءكم نور على نور، مساء الرضا والفرح والخير والرزق كله على مصر أم الدنيا وبرنسستها وسيداتها وبناتها وأحفادها وكل الناس الحلوة اللي موجودة في مصر أم الدنيا. ومن مصر أم الدنيا بنمسي على كل الوطن العربي بلد بلد. بس اما اشوف النار هتولع تلقائي ولا مش هتولع، ايه الحكايه؟ معرفش، محتاجين نولعها، لازم نولعها. ادي النهارده هنعمل مع بعض اكلات لذيذه. انتوا عارفين ان انا ما بطلعش بلايف عشان اعمل اكل مخصوص، لا، انا بطلع اعمل الاكل اللي انا هعمله لبيتي، صح كده؟ صح كده. طيب هنعمل ايه اول حاجه النهارده؟ اول حاجه عندنا نص كيلو بدنجان صغنن وجميل جميل، بصوا قد ايه، وبالعنقود بتاعه مغسول ومتنشف وزي الفل. هعمل ايه؟ هاجي احط شويه من الزيت اهم، علشان هنعمل بدنجان مخلل. هاجي افتحها فتحة من هنا وانزلها في الزيت كده، والموضوع بسيط. هعمل لك احلى بدنجان. كان يجيب مي كفر بليز، ونفتح كده البدنجانة وايه علشان تستوي من جوه، ونحطهم كلهم في الطاسة ونبتدي نشتغل في البدنجان المخلل بالطريقة اللي انا هوريها لك ديت. حلوة جدا، دي تخينة بس مش مشكلة، اعملها برضه. دي اكلنا، مش بعمل لايف علشان اعمل لك فيديو خاص، لا يا حبيبتي، انا بعمل اللي بعمله لبيتي بعمله لك. خلاص، ادي اول حاجة انا حطيتها هو البدنجان بتاعي. خلاص كده، خلاص. طيب هنا عندي ايه؟ هنا عندي قرنين فلفل اخضر، وكان عندي فلفلتين اصفر شكلهم كده هيودعهم، فقلت الحقهم مع القرنين الفلفل، وهحط لهم حته الثوم علشان ابتدي اعمل الدقه بتاعت. وادي الثوم بتاعي، هناخد المعلقه ونحط الثوم مع الفلفل وكل الحاجات بتاعته، وهحطها في الايه هنا. اوطي النار على البدنجان واقلب وانا مغطيه عشان ما يبوظليش البوتاجاز او يطرطش عليا. بوري بناتي احنا بنعمل ايه، معريش عليه دلوقتي خالص. بالغطا بتاعه بخار الميه هيخلي البدنجان يستوي واشتغل فيه افضل. قلبي كده وانتي مغطيه. هنيجي هنا ناخد الخلطة بتاعتنا اللي هي فلفل الوان، لان انا مش محتاجه لهم، عايزه اتخلص منهم فاستفيد منهم في البدنجان المخلل يغذونا، وكمان ما يبقاش خسرنا حاجات في البيت كتيره. وادي قرنين الفلفل بتوعنا، وادي شويه ليمون، وادي شويه الخل. يبقى حطيت ليمون وحطيت خل، وابتدي احط الملح. ادي الملح بتاعي، وادي الكمون، وبكده اكون خلصت الخلطه بتاعتي. حطينا الثوم؟ لسه ما حطيناش الثوم، هتلخبطوني. ادي الثوم اهو، واضربهم بايه؟ بالميه. ادي شويه ميه ساقعين علشان يتلحلحوا. اقفل على الخلطه دي وارجع اوريكي هنعمل ايه. اقلب. لو كنت سايبه بقى الغطا بقى كان عمل ايه؟
لان البدنجان بينزل ميه. فهمتي؟ طيب هنيجي كمان للخلطه دي عشان اخد لون حلو، احط لها شويه بابريكا حمراء عشان اخد لون حلو للبدنجان. ماشي، يلا بينا يلا بينا نضربهم كويس ونرجع تاني. ادي عشان افتح عليه لازم اشيله من على النار شويه يهدى، بعدين اشوفه. ماشي، نجيب الخلطه بتاعتنا بعد ما احنا ضربناها. ايه حلوه كده مضروبه؟ حلوه. وننزلهم في الطبق اللي احنا كنا حاطين فيه البدنجان. ادي الخلطه بتاعتي وهدوقها دلوقتي واشوف طعمها ايه. انزلهم كلهم وادوق الخلطه بتاعتي. كده اقدر اوريكي البدنجان، لان شلته من على النار برد شويه، فاضله بالظبط دقايق البدنجانه ابتدت تتقلي. هاجي احطها على النار تاني، وفي نفس الوقت ارشها بالكمون وشويه الملح لان الملح يخلي البدنجان ما يطرطش عليا خلاص. حلو كده. واجي احط لها كمان حته من الثوم. هتاكلي دلوقتي احلى بدنجان مخلل ما حصلش. حطينا كمون، ملح، حطينا قطعه من الثوم. اسيبه بقى كده مع نفسه والخلطه معايا، والموضوع ريحته تجنن. قلبي لموسه اكيد لميس، اكيد لميس. كده انا مش محتاجه اغطي عليه لان الملح يخلي اي حاجه ما تطرطش عليه، ولكن هغطيه علشان يطرى اكتر ويتاكل النهارده. طب افرضي مش عايزه اكله النهارده، عايزاه يبقى جامد شويه، هحطه في التلاجة اطفي عليه وهو شويه اجمد. حلو كده. بناتي معايا تكبيس وشير، صدوا الاعادي، صدوا الاعادي. هعمل لكم كذا حاجه حلوه اللي انا هعملها النهارده لبيتي، هعملها لكم وهوريها لكم وهعلمك اكيد حاجات جديده. اكيد لازم لما اطلع عشان اعمل لك اكل لازم افيدك. تستفيدي بايه؟ بانك لو عندك حاجات مش عايزاها هندورها ونعملها من اول وجديد تاني. كده ريحه الثوم ابتدت تطلع، واشوف البدنجان كده. البدنجان استوى تماما، حلو جدا 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 زي ما انت شايفه. البدنجان بتاعي بالثوم بالملح بالكمون زي الفل. هاجي هنا اخد نص الخلطه اهي، ادي نص الخلطه، مش الخلطه كلها، شويه الفلفل والثوم والخل والملح وكل الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها. النص التاني هنبتدي
نخلص البدنجان ويتشرب من الخلطة الحلوة دي، وبعدين احطه في الطبق بتاعي او في العلبة بتاعتي. I need one like this please. تمام؟ يبقى انا كده عملت المخلل بتاعي. احطه على النار شوية يتشكشك مع بعض. اوكي، وهنبتدي نحط الخلطة بتاعتي كلها اهي. العلبة اللي احنا هنحط فيها اهي. عايزة تعمليه بالفلفل الاحمر اعمليه، بس انا ما عنديش فلفل احمر، كان عندي الاصفر فمش هيفرق لان اساسا ملوش طعم وفي نفس الوقت كانت هتخسر، فانا قلت استفيد منها. خلاص، هنيجي هنا هناخد البدنجان بتاعنا واحدة واحدة ونبتدي نرصها في الخلطة بتاعتنا زي ما انتي شايفة. ما حشيتهاش من جوه، لا، سبتها مفتوحة علشان تستوي، وفي نفس الوقت سبت العنقود بتاعها بحيث انها ما تتهريش مني. رصيها رصة كويسة مع بعضها وهنركنها وهناكل منها النهارده. يعني البدنجانة مفتوحة ولكن مش محشية من جوه، كل الحشوة من بره. ادي البدنجان بتاعنا وهننزل عليها ببقية الخلطة بتاعتي. اوكي، ادي البدنجان اللي احنا هنحطه دلوقتي في التلاجة علشان ناكله النهاردة على الغدا. طيب ادي اول حاجة.